حبايبي حابين يصير معكم مصاري وتصيروا اغنياء من اثرياء العالم ويصير مصاري كتير، ويعني ما تعرفوا وين تروحوا المصاري، واهم شيء انكم تشتروا سيارات وبيوت وتبعتوا لاهلكم وتصدروا للخارج وللداخل عادي. يعني لا تسعى ولا تسعى الا ربع. كل ما هو عليك 5 تمرات 5 ايام 5 مرات صورة الواقعة. مو انا حكيت، هي حكيت، ما بعرف يعني منين جابت الفكرة، بس خلينا نشوف الفيديو بمعي. بدك تصير ثري ب5 ايام من اسرى اثرياء العالم. 5 ايام. اول يوم بتجيب حبة تمرة تقرا عليها الواقعة وبتاكلها، ما إلها وقت. ثاني يوم حبة تمرة تقرا عليها سورة الواقعة بتاكلها. ثالث يوم حبة تمرة تقرا عليها الواقعة وبتاكلها. رابع يوم بتجيب حبة تمرة تقرا عليها الواقعة وبتاكلها. خامس يوم اللي هو الأخير حبة تمرة تقرا عليها الواقعة وبتاكلها. ومن بعدها شوف العجب شو رح يصير. شوف العجب اللي حيكون بين ايديك. بدك مليارات، عم تشتغل على مليارات بتطلع اكثر، عم تشتغل على ملايين بتطلع، عم تشتغل على الالوف بتطلع اكثر. علموا نساءكم قراءة سورة الواقعة فإنها سورة الغنى. ستات الأعمال ورجال الأعمال يقولوا هاي الطريقة وما رح تخسروا شيء، لأنه كثير جربوها وكثير استفادوا منها. على فكرة كان فيها تختصر أسرع. 5 تمرات 5 أيام 5 سورة الواقعة. ما في داعي أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم. المهم شو رأيكم بالموضوع أنتم؟ اكتبوا لي بالتعليقات واعملوا لي لايك وتابعوني.